كوكو لي في ان شاء الله راكم لاباس. راني وليت لكم اليوم بواحد اكله تقليديه جزائريه اللي انا اصلا ما ناكلهاش، وهذه اول مره ناكلها واول مره نديرها، واللي هي الدواره. اول حاجه عندنا لهنا الدواره، هذه الدواره تاعي تاع العيد، نقيتها غسلتها مليح وغليتها. كي غسلتها درت لها الملح والخل وغليتها في الماء برك. وعندنا بصل لهنا حبه كبيره، عندي لهنا شويه تاع شحمه، عندي حبه طماطم كبيره، عندي لهنا 6 سنات ثوم، وعندي توابل اللي هما الملح، فلفل احمر، كمون، كزبر وكركم، وعندنا طماطم مصبره بيان سور، والحمص والفلفل الحار. اول حاجه نديروها هي تجيبي الكوكوطه تاعك يا مدام، حطيت فيها شويه تاع الزيت وحطيت فيها شحمه. ما حبيتش نكثر الزيت، درت يا ربي مغرفه بيسك ديجا فيه شحمه. اول حاجه حطيت الكرشه تاعي تتقلى، خليتها تتقلى مليح مليح في الزيت هذاك، باش زدت المكونات الاخرين. كيما قلت لكم هذه اول مره راني حندير الدوار، دونك ما على باليش على حساب الزوج راهي جات بنينه. كيما راكم تشوفوا زدت لها البصله تاعنا اللي رحيتها ديجا، زدت الطماطم ثاني وخليتهم يتقلاو مليح مع الثوم. لهنا راني زدت ثوم وزدت مام الحمص، زدت المكونات كاملين لهنا صوف البصله برك اللي خليتها تتقلى شويه مليح معها. لهنا راني حطيت راس تاع فلفل حار، اللي ما يحبوش فلفل حار ما كان يديروا، ودرت التوابل تاعنا كيما قلت لكم اللي هما الملح والكزبر الكمون، الكزبر والكمون وفلفل العكري الحلو والحار، ودرت شويه كركم. لهنا اني خلط فيهم مليح باه نخليهم يتقلاو. ما سامحوني غلطت في الفيديو، قلت لك خليتهم يتقلاو مليح مليح باش مرقت. لهنا راني خليت الكوكيطه تاعي هكذا، شوفوا كيف راهو تقلى، راهي نشف ديجا. ولهنا مرقت قداه، مرقت بالماء يكون سخون. لهنا كبيت حوالي اطرا ونص هكذاك، اطرا ونص، وسكرت على الكوكيطه تاعي، خليتها حوالي 40 دقيقه، كانت بريسك جاتني خاطره. لهنا راني درت طبسي ليا وطبسه يعني ليا انا وراجلي، وطبسي لبنتي. هذاك طبسي بنتي ما عندها ماكلاتك. انا كليتها اول مره، هذه اول مره كليتها وهذه اول مره نديرها، دونك كليتها بور لو مومون هي عجبتني، مي مشكلتش ناكلها عند الناس صوف عندهم بيان سور. مي تالمون نقيتها مليح دونك درت لامان.